يا أهلا بيكم. في الشرح ده هنتكلم عن واحد من الأبطال المجهولين في عالم الإنترنت، النتورك لود بالانسر، أو زي ما بنسميه بالعربي موازن الأحمال. هنعرف هو إيه بالظبط وليه هو مهم جدا بالشكل ده. خلينا نبدأ بسؤال. تخيلوا معانا كده موقع إلكتروني بدأ صغير وفجأة ضرب وبقى مشهور جدا. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ للوهلة الأولى ده يبان إنه حاجة حلوة، بس ممكن يقلب بكارثة. السؤال ده هو بالظبط اللي هيورينا المشكلة اللي بيحلها موازن الأحمال. الجزء الأول بتاعنا عنوانه ضحية النجاح، وهنشوف فيه إزاي النجاح الكبير والمفاجئ ده ممكن يكون هو نفسه سبب انهيار أي موقع لو مش مستعد له صح. الحكاية في الأول بتبقى بسيطة خالص، يعني مستخدم واحد قاعد على اللابتوب بتاعه بيفتح الموقع والطلب بتاعه بيروح لسيرفر واحد يتيم عليه كل حاجة. الدنيا سهلة ومستقرة ومفيش أي مشاكل. بس فجأة الموقع ده بيضرب، وبدل مستخدم واحد بيبقى فيه آلاف وممكن ملايين بيحاولوا يدخلوا على الموقع في نفس الثانية. ده طبعاً بيعمل ضغط مش طبيعي. وهنا بقى بتحصل الكارثة. السيرفر الوحيد المسكين ده بيوصل لآخره خلاص، بيتخنق حرفياً. والنتيجة الموقع بيبقى بطيء جداً، أو الأسوأ بيقع خالص، محدش عارف يدخل وكل حاجة بتقف. طيب الحل البديهي إيه؟ أكيد إننا نزود سيرفرات. بس للأسف الحل اللي بيبان بسيط ده بيفتح علينا باب لمشكلة تانية خالص. عشان نكبر في طريقتين. الأولى اسمها التوسع الرأسي، ودي كأننا بنجيب سيرفر واحد بس إمكانياته جبارة، بس ده مهما كان قوي ليه سقف وقدرة استيعابية هتوصل لآخرها. الطريقة التانية والأكثر مرونة هي التوسع الأفقي، ودي ببساطة إننا بنجيب سيرفرات كتير عادية ونحطها جنب بعض تشتغل سوا. حلو قوي. دلوقتي بقى عندنا أسطول من السيرفرات بدل واحد. بس هنا بيظهر سؤال مهم جدا. لما يجي مستخدم جديد الطلب بتاعه هيروح لأنهي سيرفر في دول؟ مين اللي بيقرر؟ وهنا بقى بيجي دور بطل القصة بتاعتنا، اللود بالانسر أو موجه الترافيك. اللود بالانسر ده ببساطة كده هو عامل زي شرطي المرور بتاع الإنترنت. ممكن يكون جهاز هاردوير أو مجرد برنامج. مهمته إنه يقف بين المستخدمين وبين السيرفرات بتاعتنا، يستقبل كل طلب جاي ويقرر يبعته لأنهي سيرفر من السيرفرات الفاضية. بس هو مش بيوزع وخلاص، لا، ده دوره أكبر من كده. هو أولاً بيستقبل كل الترافيك اللي جاي، وفي نفس الوقت بيعمل فحص دوري على كل السيرفرات عشان يتأكد إن صحتها كويسة وشغالة، وبناءً على المعلومات دي بيوزع الحمل عليهم. والأهم من ده كله إنه يقدر يعمل حاجة اسمها توسع تلقائي، يعني لو لقى الضغط زاد يضيف سيرفرات جديدة لوحده، ولو الضغط قل يشيلها عشان يوفر تكاليف. طيب السؤال دلوقتي، اللود بالانسر ده بيقرر يوزع الطلبات على أساس إيه؟ هل الموضوع عشوائي؟ لا طبعاً، في استراتيجيات وخوارزميات مختلفة بيستخدمها. أول وأبسط طريقة اسمها الراوند روبن، ودي ممكن نقول عليها الطريقة الغشيمة شوية، وده لأنها بتشتغل بطريقة متتابعة وبسيطة قوي. الفكرة بتاعتها سهلة جدا. أول طلب يجي يروح للسيرفر الأول، الطلب التاني يروح للتاني، التالت يروح للتالت. طب الطلب الرابع يرجع تاني من الأول للسيرفر الأول، وهكذا. كأنه بيوزع بالدور وخلاص. طيب إيه المشكلة في كده؟ ما هي تبان عادلة إيه؟ لا، المشكلة إن مش كل الطلبات زي بعضها. تخيلوا مثلا إن المستخدم اللي راح لسيرفر ألف ده بيعمل داونلود لملف كبير وهيقعد ساعة، والمستخدم اللي راح لسيرفر ب دخل يشوف خبر ومشي في دقيقة. الطريقة دي مش بتميز بين الطلبات، وفي الآخر ممكن نلاقي سيرفر عليه ضغط رهيب وسيرفر تاني قاعد فاضي تقريبا. عشان كده كان لازم يبقى في طريقة أذكى. الأسلوب ده بيعتمد على إن موازن الأحمال بيتواصل مع السيرفرات عشان ياخد قرار أحسن. في الطريقة دي بقى اللود بالانسر قبل ما يبعت أي طلب بيكلم السيرفرات الأول. قالوا يا سيرفر ألف، أنت مشغول بنسبة كام؟ 90%. طب وأنت يا سيرفر ب 85%. وأنت يا جيم أنا 20% بس. حلو قوي، يبقى الطلب الجديد ده رايح لك يا سيرفر جيم عشان أنت أكتر واحد فاضي. ففي الآخر الموضوع مفاضلة. طريقة الراوند روبن بسيطة ورخيصة في تنفيذها، لكن طريقة التوزيع الذكي طبعاً هي أكفأ بكتير من الناحية التكنولوجية، بس في نفس الوقت إعدادها أعقد وممكن تكون تكلفتها أعلى. وده بيوصلنا لأهميته كحجر أساس في عالم الكلاود والبنية التحتية الحديثة للإنترنت. اللود بالانسر ده مش رفاهية خالص، ده مكون أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. من غيره مواقع عملاقة زي أمازون وقت عروض البلاك فرايدي أو منصات البث وقت الماتشات الكبيرة ببساطة كل ده كان هيقع في الثواني. والحقيقة ده بيخلي الواحد يفكر، اللود بالانسر ده
بطل مجهول بيشتغل في الخلفية عشان كل حاجة تمشي تمام. يا ترى إيه الأبطال المجهولين التانيين اللي بيشغلوا العالم الرقمي اللي بنعتمد عليه كل يوم ده من غير ما ناخد بالنا؟ سؤال يستاهل التفكير.